فيديو جديد على القناة. كريب مالح كيجي اكثر من رائع، كنتمنى تجربوه، خصوصا المقادير ديالو خفيفة وغير مكلف صراحة. كريب بالصدر ديال الدجاج والبيشاميل، هادو هما المكونات اللي فيه، ولكن صدقوني راه الطعم ديالو ولا الشكل ديالو كيجي رهيب جدا، كيجي اكثر من رائع، وكنتمنى تجربوه وتردوا عليا في الكومنتيرات ديالكم. هنا الكريب ان شاء الله غنبداو فيه. درنا نص لتر الحليب، 3 البيضات، يعني البيض كنديرو 3 بحال غنديرو حلو بحال غنديرو مالح. غير الحلو كنديرو السكر، المالح كنديرو الملحه، وكنضيفو الاعشاب المسمه بحال الثومه بودر. هنا درت الملحه، هنا ضفت الثومه بودر، وغنضيفو شويه ديال العطريه ديال الشاورما، حتى هي راه كتجي معها مزيان. هنا كنضيفو شويه ديال الابزار، يعني فلفل اسود. من بعد كنخلط جيدا، كلشي كنضربو في الضراب الكهربائي. نسيت واحد المقطع ديال الزبده، ما صورتوش، المهم فيها 2 معالق ديال الزبده، وكنخلط جيدا. من بعد ما كنخلط كنضيف الدقيق، يعني كل نص لتر الحليب كنضيف ليه 4 ديال الدقيق، يعني 500 غرام ديال الحليب زائد 250 غرام ديال الدقيق. هنا خلطته جيدا، ضربته مزيان بالضرب الكهربائي. هنا صافي الخليط ديالي صافي هو موجود. ان شاء الله غندوزو دابا نحطو المقله فوق النار باش تسخن. ضروري تكون المقله سخونه باش تقدري يطيب لك الكريب ديالك بطريقه مزيانه، باش ما يلصقش لك في المقله ديالك. هنا صافي الكريب ديالي تنطيب فيه، يعني صافي كنمشي بهذه الطريقه هذه حتى تنكمل الكميه كلها اللي عندي، كلها اللي عندي بحال هكا. وكنرجع نمشي للحشو. الحشو فيه البصله، تقريبا 2 بصلات كبار، وفيه 2 معالق الزبده، وغنشعل عليهم النار بطبيعه الحال مع شويه الزيت مع الفلفل الاسود مع الملحه، ونديرهم فوق النار يطيبوا مزيان. عاد نضيف لهم الزيتون مقطع، ونضيف لهم لا بيشاميل اللي كتجي رائعه منسمه بالفرماج. شي مره ان شاء الله نحط لكم فيديو خاص بها، لان فيها فرماج وفيها ما صراحه جات رائعه، جات زوينه ديك لا بيشاميل، خصوصا راه منسمه بالفرماج. هنا كنديروا موتزاريلا، كنحكوها واحد الكميه بسيطه، ماشي ضروري تكون كميه كثيره، المهم داكشي كامل كيمشي على قد الجهد ديال كل واحد فينا. المهم الخليط ديالي هو هذا، هو ما شاء الله مجا هو هذا. هنا صافي عندي هنا واحد الاناء درت فيه البيض 2 بيضات، درت فيه ثومه بودر ودرت فيه الملحه. هنا لا شابلور، هنا الخليط ديالي موجود، هنا الدقيق الابيض، هنا الكريب ديالي، يعني كلشي محطوط حدايا وكلشي مقاد، والحشو حتى هو يعني كلشي مقاد ومحطوط. هنا بديت نعمر. هانتوما هذوك الحاشيه اللي من بعد ما كنعمرها صافي كنزول داك الحاشيه اللي كتكون عندي شويه قاصحه كنحيدها، ما كنخليهاش. هنا شفتيها هانتوما كنطوي بهذه الطريقه، ولكن كنلصق بشويه ديال الحليب او الماء اللي كان عندك. هنا كندوزهم في الدقيق هو الاول، عاد كندوزهم في البيض، من بعد كندوزهم في لا شابلور، وكنحطهم في بلاطو او صينيه اللي هو هانتوما بحال هكا، باش حتى تنكمل الكميه كلها حتى نمشي ندوز باش نقليهم بحول الله. اللي بغى يقليهم، اللي ما بغاش غير شهم بالزيت ويدخلهم الفران، ولا دخلهم اير فراير، كلهم لا يقل ليها. المهم الخليط ديالنا هو هذا،
وكيجي صدقوني كيجي رائع رائع بزاف ماشي شويه. كنتمنى تجربوه. هنا باقي كنعمر باش نكمل الكميه اللي عندي، لان تبارك الله انا درت ايطر الحليب، ولكن نتوما عطيتكم غير نصف لتر ديال الحليب. نصف لتر ديال الحليب راه غتخرج لكم كميه لا باس بها، ولكن غادي تغلبوا عليها دغيا، ماشي بحال هنايا دايره ايطرو تبارك الله راه درنا كميه كثيره ما شاء الله، راه اكثر من 40 حبه اللي خرجت ليا. هانتوما ديك الحاشيه تنقول لكم قطعوها. هنا درت المقله في الزيت، والخليط ديالي هو من بعد ما عمرناه، الكريب ديالي من بعد ما تعمر هو هذا. دابا غنصافي ان شاء الله نبقاو نحط في المقله باش نقليهم، ومن طبيعه الحال ما تمشيش شي بلاصه اخرى، خصك تبقاي حدا المقله ديالك. علاش؟ لان لا شابلوغ دغيا كتحمر مع البيض، وفي نفس الوقت حنا كلشي عندنا طيب، يعني غير داك لا شابلوغ تحمر شويه ونحيدوهم. هانتوما بحال دابا هادي راه تغفلنا عليها شويه دغيا حمارت، وهاد اللوين هذا كياخدوه كيجي زوين. داكشي علاش قلت لكم بقاو حدا المقله ديالكم، مشيتو تغفلتي عليها غير بشويه دغيا كتحمروا لكم. المهم انا خديت مقله درت فيها شويه ديال الكروفيت اللي عندي، رشيت عليهم ماشي د الملحه. هنا زلافه فيها مايونيز، وزلافه فيها الفرماج. من بعد ما قليتهم من طبيعه الحال كنشدو الحاشيه كندهنوها بالمايونيز والحاشيه، وكنديروا فيها الفرماج، يعني كنديروا هكا هانتوما بهذه الطريقه هكا كنديروا المايونيز، من بعد كنديروا الفرماج هانتوما، وكنحطو في الصينيه باش نمشيو نديرو التقديم النهائي ان شاء الله. هانتوما يعني المايونيز ضروري غديروا المايونيز باش غيشد لكم داك الفرماج، باش يعطيكم داك الديكور من طبيعه الحال. هذه هانتوما شفتوا شحال تبارك الله كانت خرجت لي كميه كثيره، لان انا درت نص لتر الحليب. واللي وصلت لهنا تقول لها مرحبا بك في قناتي اللي هي قناتك، متنسيش ترفعي واحد الجرس باش دائما يوصلك الجديد من عندي، وواحد لايك البنات. جزاكم الله كل خير، والجميع المشاهدين. هانتوما هنا كتاخدي اي بلاطو عندك وكتزينيه بالربيع او الشلاضه، وكتحطي فيه دوك الكريبات ديالك هكا معمرين شويه. من بعد كنهزو داك الكروفيت اللي عندنا كنديرو فيه هذا نزينو به بهذه الطريقه هكا. شوفوا كي تيجي المنظر وكي تيجي رائع، واكثر من رائع البنات. جا زوين ما شاء الله، وكنتمنى التوفيق لكم كاملين. ومن طبيعه الحال اللي كيشوف قناتي لاول مره تقول له رفع الجرس باش دائما يوصلك الجديد. ومازال جايين وصفات رائعه في المستوى. بالنسبه لهذه الوصفه ممكن تحتاجوها حتى في شهر رمضان بحول الله. المهم هذه كتلق رمضان وكيطلق غير رمضان، حتى للضيوف والراسك اي حاجه. المهم وصفه تجي اكثر من رائعه وزوينه بزاف. شفتوني انا شحال وانا كنشكر عليكم مادام شكرتها، ولو كانت 100% مزيانه. هذه شوربه السمك ان شاء الله عما قريب غنحطها لكم حتى هي من وراء هذا الفيديو. نحط لكم شوربه السمك حتى هي غتحتاجوها في شهر رمضان بحول الله. المهم هكا هذا هو الفيديو ديال هذا النهار، وشكرا لكم، وغنقول لكم شكرا والى اللقاء حتى الفيديو المقبل ان شاء الله.